هتصدقيني لو قلتلك في اقل من 3 دقايق هديكي اسرار الحلواني بتاعه البسبوسه اللي بتحيرنا كلنا. دي السهل الممتنع اللي سهل جدا تعمليها، بس نص ستات مصر بتفشل فيها. مكوناتها بسيطة، مش محتاجين لا زبادي ولا لبن ولا اي حاجة. الموضوع بسيط وسهل، بس هقولك تعملي ايه. اولا بنجيب الصينية بتاعتنا نديلها دهنة سمنة كده ونركنها على جنب. دي صينية مقاس 24. بنجيب 100 جرام من السمنة. السمنة اللي هتستخدميها زي ما انتي بتحبي، وزيهم كمان مية 100 جرام مية، وهنحطهم عليهم وهنرفعهم على النار. معانا بقى نص كوباية من السكر، معلقتين من جوز الهند، عليهم معلقة عسل نحل. لو ما عندكيش عسل نحل تقدري تستخدمي عسل الجلوكوز اللي بيجي من عند العطار. وعليهم ربع كيلو من دقيق السميد. ايوه ربع كيلو مش نص كيلو. احنا هنعمل الصينيه القمر دي بربع كيلو بس. هنقلب السكر وجوز الهند والدقيق السميد والعسل سوا، وهنحط عليهم معلقه صغيره مش مليانه من البيكنج باودر، ونقلبهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. وفي الوقت ده كنا سخنا السمنه والميه مع بعض على النار وحطيناهم على الخليط بتاعنا. السمنه والميه في الصيف بنسخنهم بس، لكن لو في الشتاء بنغليهم. دي اسرار من اسرار الحلوانيه يا جماعه، واتبعي الطريقه اللي بقولك عليها دي وهتعملي احلى بسبوسه. اما تيجي تقلبي البسبوسه تقلبيها بالراحه وما تقلبيش فيها كتير، عشان احنا عايزين بس كل المكونات تختلط ببعض. هنجيب بقى الصينيه المدهونه بتاعتنا دي وهننزل فيها بالخليط القمر بتاعنا ده. وزي ما انت شايفه الخليط لا هو تقيل ولا هو خفيف. هو ده كده القوام اللي احنا محتاجينه. هنعمل بقى الشربات بتاعنا. 3/4 كوبايه من السكر و3/4 كوبايه من الميه، عليهم معلقه عسل جلوكوز او عسل نحل، وهنعصر عليهم عصره ليمونه بس مش نص ليمونه، عصره بس. وهنحطه على النار. في اثناء بقى مكان الشربات بتاعنا بيستوي، اخد 10 دقايق على النار. كنا شغلنا الفرن على درجه حراره 160، وحطينا البسبوسه بتاعتنا في فرن ساخن على الرف الاوسط. اخدت لون من تحت ومن فوق، ولما طلعت سقيناها الشربات، والشربات سخن وهي كمان سخنه، وغطيناهم بقى وسبناهم مع بعض كده يشربوا مع بعض شويه. وطبعا السر الاساسي من اسرار البسبوسه ان لازم الشربات يبقى سخن، يعني اصلا لو الشربات عندك لازم تسخنيه. وتبدأي بقى لما تسقيها تغطيها علشان تطرى وتستوي معاكي في الفرن على درجة حرارة 160 زي ما انا قلتلك، على الرف الاوسط. تاخد بقى لون من تحت ومن فوق وتطلعيها. طلعت معايا بالشكل القمر ده. انا مش بحبها تخينة، بتطلع بالسمك اللي انت شايفاه ده، واخده لون ذهبي وجميل من فوق، واخده برضو لون ذهبي وحلو جدا من تحت، وانت شفتيه معايا في اول الفيديو. وناعمه ودايبه، وزي ما انت شايفه كده رهيبه. ومع احترامي لكل الناس اللي ما بتستعملش بيكنج باودر، بس البيكنج باودر بيفرق جدا في البسبوسه. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على سيدنا محمد وتعملي لايك وشير، وتقولي لي ايه رايك في الوصفه دي وتجربيها.